أخويا كان هيسبب لي الشلل، وأمي همست في ودني: اسكتي، هو قدامه مستقبل. من واحنا صغيرين كريم كان يكسر حاجتي، يزقني، وأهلي يقولوا معلش هو بس عصبي. لو عيطت يقولوا عليا حساسة زيادة عن اللزوم. بابا كان عنده بيزنس كبير، وكريم كان هو الابن اللي هيورث كل حاجة. كنت فاكرة إننا لما نكبر الأمور هتتغير، بس متغيرتش. العشاء اللي قلب الدنيا كان المفروض حفلة عشان ترقية كريم في شركة بابا. أنا حتى جبت له هدية غالية وما كنتش قادرة على ثمنها أصلا. كل حاجة كانت ماشية تمام، لحد ما قلت بالصدفة إني قابلت صاحبته في الشارع واتكلمنا. الكلمتين دول كانوا كافيين إنه يتعصب. بدأ يتهمني إني بحشر مناخيري في حياته وإني غيرانة منه. الموضوع كان مش منطقي ومضحك لدرجة إني ضحكت ضحكة واحدة قصيرة. هو اتعصب ودخل المطبخ، وأنا مشيت وراه لأني كنت لسه فاكرة بغبائي إن الموقف بسيط. لف ليا وبقى في وشي، وفضل يزعق، وبعدين زقني جامد. كل حاجة مشيت بالبطيء. ظهري خبط في رخامة المطبخ، وسمعت الصوت قبل ما أحس بالوجع كله. وقعت على الأرض وكنت بحاول أتنفس بس مش قادرة. أهلي جريوا على المطبخ، وكريم على طول قال دي وقعت لوحدها. أنا بالعافية قلت هو اللي زقني. أمي بصت لكريم وبعدين بصت لي، وشفت في عينيها إنها بتحسبها، وخلتني أروح غرفتي مش على المستشفى. كنت ميتة من الوجع، وهم كل همهم يحموه هو، مش أنا. تاني يوم الصبح ما كنتش قادرة أتحرك. بابا سألني هتقولي إيه للدكتور لو رحتي؟ بعدها وصلتني هدايا من شوكولاتة وغيرها، ومعاها بطاقة مكتوب فيها العيلة بتسامح العيلة. ده ما كانش تعاطف، ده كان رشوة عشان أسكت. فضلت مستسلمة للأمر الواقع لحد ما كريم كلمني وما اعتذرش. قال لي إني بعمل حوار من مفيش. لما قلت له إني رايحة للدكتور، نبرة صوته اتغيرت وقال هتندمي لو كبرتي الموضوع. صاحبتي سارة هي اللي راحت بيها للدكتورة. اتكشف عليا وعملت أشعة، ولما رجعت كانت الصدمة. عندي كسر في الفقرات، وواحد منهم متحرك من مكانه. الدكتورة سألتني مين اللي عمل فيكي كده؟ حاولت أهون الموضوع في الأول، بس أول ما بدأت أتكلم كل حاجة انفتحت. حكيت عن كريم، أهلي، المكالمات، الضغط، كل حاجة. سمعتني وقالت لي إن ده عنف منزلي، وهي قانوناً مجبرة تبلغ. رد الفعل من عيلتي كان فوري وعنيف. بابا قال إني خنت العيلة، وأمي قعدت تعيط على مستقبل كريم، وكريم بعت لي رسالة يا رب تكوني مبسوطة وفعلاً أنا كنت مبسوطة. ما تراجعتش عن أقوالي. كريم فضل يشوه سمعتي وأهلي يضغطوا عليا، وأنا فضلت ثابتة. في الآخر هو وافق على تسوية وقضية اعتداء، وأخد حكم مع إيقاف التنفيذ ومجبر يروح جلسات علاج نفسي. ده ما كانش كفاية طبعاً، بس كانت أول مرة يتحاسب على حاجة في حياته. إصابتي اتعالجت، ودلوقتي بقيت متأكدة من حاجة واحدة: الحب اللي بيطلب منك السكوت مش حب. ومفيش حاجة اسمها ده أخوكي أو أبوكي أو جوزك يعني يقدر يضربك. والسلام اللي مبني على وجعك وتضحيتك هو مجرد سجن.